ايه ده؟ انا عايز اعرف، بس قولوا لي ايه ده؟ امبارح كان في مباراه بين نادي اتحاد جده ونادي النصر السعودي. ايه المتعه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللعب ده؟ ايه الاثاره دي؟ صراحه انا قعدت استمتعت بالمباراه، ولا اجمل ولا اروع. استمتعت بلقاء جميل. يعني كنت بشوف المباراه امبارح كاني بشوف ماتش في دوري اوروبا، دوري الانجليزي، دوري الايطالي، دوري الفرنسي. لا، مباراه كانت قويه جدا، ومجموعه بصراحه يا جماعه، في مجموعه من المحترفين موجودين في الدوري السعودي تحفه. يعني بجد بجد بتمنى من كل قلبي ان العيون في النادي الاهلي في مصر تجيب لعيبه زي دي. روماريو اللي سجل الهدف الاول لنادي الاتحاد جده، لعيب تحفه، لعيب رائع. في تاليسكا برضو، ده برازيلي بيلعب في نادي النصر، لعيب خرافي وهداف نادي النصر السعودي. في كمان هنقول مين؟ يعني لاعب حمد الله ده لعيب، يعني عايز اقول لك لاعب مغربي، لعيب حكايه. وفي لعيبه تانية برازيليه بيلعبوا في الفريق نادي النصر ونادي الاتحاد. يعني في مثلا هنقول في طبعا غير روماريو في نادي الاتحاد، في برونو هنريكي، ده لعيب في نص الملعب حكايه. هو طارق حامد كانوا عاملين شغل جامد جدا في نص الملعب بتاع اتحاد جده، كانوا مقفلين الدنيا على نادي النصر. نادي النصر ما كانش عنده هجمات قويه ولا خطيره في اللقاء اساسا، غير الهدف اللي سجلوه، وفرصه فرصتين كانوا يعني مش قويين جدا، يعني بالمعنى اللي احنا هنقول فرص حقيقيه لنادي النصر السعودي. كان عنده الاستحواذ، عنده الاستحواذ، كان بيلعب، كان بيلعب، لكن انهاء الهجمات بالطريقه اللي تؤدي الى اهداف في وجود واحد زي كريستيانو رونالدو، لا، كانت صعبه عليهم قوي، كانت صعبه جدا عليهم. ما قدروش يعملوا اي حاجه. نادي الاتحاد جده، انا بصراحه بوجه تحيه وتقدير للمدير الفني نادي الاتحاد جده، نونو سانتو، مدرب كبير حقيقي يعني. وكنت في بدايه ما كان موسيماني موجود في الاهلي، وكانوا قالوا انه هيمشي، او كانوا هيجيبوا مدير فني من البرتغال اللي هم جابوه مشي سواريتش. انا كنت بتمنى ان هم يجيبوا نونو سانتو، لانه كان معروض على النادي الاهلي، لكن طبعا الفلوس الخليجيه والعروض اللي بتيجي للعيبه والمدربين في الخليج بتخلي اي مدرب يتنازل عن اي حاجه ويروح يدرب في الخليج. صراحه كنت اتمنى ان نونو سانتو المدير ده الفني البرتغالي انه يدرب في النادي الاهلي وقت ما كان النادي الاهلي محتاج، قبل طبعا ما يجيب مارسيل كولر. مباراه كانت كبيره، احيي فيها المدير الفني نادي اتحاد جده السعودي اللي عرف ازاي ياخد من المباراه اللي هو عاوزه. ما قدرش يفتح الملعب ويلعب ويجاري نادي النصر بانه يلعب مباراه مفتوحه، لان انا كنت واثق ومتاكد ان نادي اتحاد جده لو كان لعب مباراه مفتوحه قدام نادي النصر كان هيشيل. طبعا كان هيشيل. نادي اتحاد جده نادي كبير، لكن الامكانيات اللي موجوده في نادي النصر السعودي في وجود دفاعات قويه زي اللي كانت موجوده هي اللي ادت ان نادي النصر يخسر المباراه بتاعت امبارح. لكن لو كان النادي اتحاد جده ونادي النصر الاثنين لعبوا مباراه مفتوحه على بعض، لا، كان المباراه هتروح في صالح نادي النصر. عشان كده كانت الخطه اللي لعب بيها نونو سانتو امبارح كانت هي تامين دفاعاته واللعب على المرتدات. وبالفعل انا ما شفتش كده، كاني بشوف فريق برازيلي بيلعب. امبارح اتحاد جده في مباراته في المباراه اللي لعبها امبارح كان بيلعب على المرتدات كان اللي بيلعب قدامي فريق البرازيل. الكره يا جماعه من في منت من عند جون اتحاد جده تروح على ال 18 بتاع اتحاد نادي النصر. صراحه يعني ايه ده؟ ايه ده؟ يعني فسروا لي، قولوا لي ايه ده؟ فرقه بتلعب مرتدات، ولا اجمل ولا اروع، ناحيه اليمين وناحيه الشمال ومن العمق. يعني انا الثلاث اهداف اللي دخلوا في نادي النصر، اول هدف كان من ناحيه الشمال، اتلعب 1 2، لعبها عرضيه، الواد روماريو دخل حطها جول. الجول الثاني كان ناحيه اليمين، اتلعبت في الدقيقه 43، عرضيه دخلها حمد الله جول. الثاني الشوط الاول خلص 2-0. ازاي؟ ما اعرفش. نادي النصر احنا كنا مستنيين النادي النصر يحط الجوان هو، لان هو اللي كان بيهاجم، هو اللي كان مستحوذ. لينا نادي الاتحاد هو اللي حط جونين والماتش خلص يا جدعان. لا، ما خلصش الماتش، ما يخلصش. فرقتين كبار، ريمونتادا هتيجي، ممكن كانت تيجي ريمونتادا فعلا. الريمونتادا كان متوقع انها تيجي. اذا نزلوا الشوط الثاني وقدر نادي النصر ان هو يحرز هدف مبكر، كان ممكن يبقى فيه ريمونتادا ويرجعوا للمباراه مره ثانيه 2-2. لكن برضو لعب نونو سانتو دفاعات وقفل دفاعاته من ورا جيدا حفاظا على الهدف، ولعب على نفس الطريقه، بيطير الجناحات ويلعب على المرتدات ويسجل اهداف. طبعا هو جايب هدفين الشوط الاولاني، الشوط الثاني لما نزل كان مقفل جدا ورا. قدر اللعيب البرازيلي تاليسكا يجيب هدف في الدقيقه 67. كانت النتيجه المباراه اتعقربت بعد كده خلاص. الماتش اتعقرب جدا المباراه، وقلنا ان كده ممكن في امكانيه ان نادي النصر السعودي انه يتعادل ونشوف هدف تعادل منه. لكن كان برضو نفس منوال اللعب. لكن في الدقيقه تقريبا 70 بعد هدف نادي النصر بدا يعمل تغييرات
نونو سانتو وزن بيها الفرقه بتاعته، وقدروا يعملوا استحواذ منطقي في منتصف الملعب، وقدروا يلعبوا هيد باي هيد قدام نادي النصر السعودي. وبالفعل في البلس 93 قدر نادي الاتحاد في الوقت اللي فيه نادي النصر بيهاجم بكل ما اوتي من قوه انه من هجمه مرتده يروح ويسجل هدف الهدف القاتل في الدقيقه بلس 93 اللي كان فيه نادي النصر السعودي بيلعب لحد اخر دقيقه عشان يجيب التعادل، اللي ترجع لهجمه مرتده زي الهدفين الاولانيين اللي جم في الشوط الاولاني، هجمه مرتده ويسجل منها نادي الاتحاد الهدف الثالث اللي قتل بيه المباراه واللي نهى المباراه على الاخر. وطبعا كريستيانو رونالدو كان الغائب الحاضر لان ما كانش لاقي حد يعززه بكور امام منطقه الجزاء، وكان صراحه يعني في مشاكل دفاعيه كبيره لنادي النصر السعودي في طرفين الملعب، عنده الباكات الطرف وفي نص الملعب كمان محتاجين تعزيزات، محتاجين يشوفوا ايه النواقص اللي عندهم، لان الفريق مش بس كريستيانو، الفريق 11 لاعب. انا يا فرحتي جبت كريستيانو رونالدو يلعب مع فرقتي والفرقه عندي فيها مشكله او فيها خلل. طب انا كده هيعمل ايه كريستيانو مع الناس دي كلها؟ دي كوره لعبه جماعيه، ال 11 لاعب بيلعبوا مع بعض، بيوصلوا مع بعض، بيفوزوا مع بعض، مفيش لاعب واحد هو اللي بيجيبوه. احنا مش بنلعب في كابتن ماجد مثلا، لا طبعا لازم يكون في لعيبه. الدفاعات في نادي النصر فيها مشاكل كبيره جدا جدا، وكمان نص الملعب، وكمان يعني فين البلاي ميكر اللي يقدر يوصل كريستيانو يقول له روح حط جول؟ مفيش. فريق النصر امبارح ما كانش في يومه، وقدر نادي اتحاد جده انه يفوز باللقاء 3-1 ويصعد للمباراه النهائيه لملاقاه نادي الفيحاء في كاس السوبر ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لكل الفرق السعوديه والدوري السعودي اللي يعد واحد من اقوى الدوريات في الشرق الاوسط، لا بالعكس ده هو اقوى دوري بالفعل. وانا احيي المنظومه الرياضيه في اتحاد الكره السعودي والقائمين على الكره في السعوديه على هذا المجهود الرائع اللي بيقدموه لدوري الروشن السعودي. صراحه مباراه كانت جميله جدا، مباريات في الدوري السعودي ولا اجمل ولا اروع، وبنشوف مباريات في الدوري السعودي كاننا بنتفرج على مباريات في الدوري الاوروبي. بجد بجد اداء رائع، محترفين على اعلى مستوى. بالتوفيق ان شاء الله للكره السعوديه.